جبت لكم حلوة الرزمة غير ب 100 غرام شوكولا، وبالكاوكاو خرجت لي 12 حب. مكوناتها اقتصادية وتوجد تمتع، شكلها راقي وبنتها بزاف بنين. نبداو بسم الله بالمقادير وطريقة التحضير. الحاجة الأولى جبت المول تاع الرزمة، بديت نبرز في هذيك الكتيبة بشوكولاتة بيضاء غير هكا بالمغرف. نبدا نجوز على الكتيبة ونحي كامل الزوائد، وفي الاخر نمسح بالبابي. من الأحسن أنكم تجوزوا لها بيدكم خير بلا سباتول ولا المغرف. ندخلها المجمد حتى ما يتماسك وتشد روحها. نروحوا للكريم. جيبوا لي كامل هاد المكونات. حاجه الاولى نمزوا الشوكولا مليح، شوكولاته الطلاء، شوكولاته على الكلاصاج، نخلطوهم مليح ومن بعد نزيد لهم هذاك الكاس غرباء تاع الكاوكاو اللي يكون محمص مليح. نمزجوهم مليح حتى من يدخلوا بعضهم، نحطوهم دكوتي حتى من يولوا بدرجه حراره الغرفه. باك نجيب المول تاعي نديرهم جوا سخونين، بعد نحلكم كامل هذيك الكتيبه. الخطوه هذه مهمه. نجيب المول تاعي ندير شويه في القاعده، ومن بعد هنا كنت جمدت شويه من البطاطا ختيني. انا درتها شوكولا، نتوما ديروها اي ذوق تحب، ونزيد فوقها اشاك فوا نرفد هكذا المول تاعي. نبدا نزغط فيه ونخبطه فوق الطاوله تاعي تاع العامل باش ما يخليليش لداخل الفي. ندخلها المجمد من 20 حتى نص ساعه حتى ما تتمسك وتشد. نروحوا لهنا لاباز. نتوما تحبوا ديروا صابري ديروا، انا حسيت الشكل هذا يبينها تقليديه وتجي شابه. وكان تشوفوا هذه القاعده واش حابين. نجيبوا كامل هذه المكونات نخلطهم في بعضهم. نتوما تحبوا تستبدلوا الجوز بالكاوكاو تقدروا، انا كان خلاص لي الكاوكاو الوغ درت الجوز. واش نقطعوه هكا غير بالموس ما ترحيوه. جبت المول هنا هذا الكاري، نتوما تحبوا ديروه مدور ولا كيما حبيتوا. انا كنت حبيت يجي باين هكا باش تجي القاعده تاعها باين خارجه على الحبه. نجيب المول تاعي قلت لكم ندهنه غير بشويه زيت، ونبدا نرميه في القاعده هكا داخله، ومن بعد نرفد ونكمل نسقمها بالمغرفه. ما تخليوهاش هكذاك مخربشه بطريقه عشوائيه، وندخلها غير الفريجيدير ماشي المجمد. تمتم تشد روحها. بعد نوصلوا باقي العمليه. لهنا كانت خرجت لي هذيك الكميه 12 حبه، اما القاعده خرجت لي كونتيتي كبيره شويه واحد 15 حبه. باك لهنا بدا نديموري فيهم. حاجه الاولى نجوز ابع نبرك بالموس، نقلب المول تاعي ونخرجها. كاين حبات درتهم شوكولا بلون، وكاين حبات خليتهم دوك شوفوا واش درت لهم مع الاخر. نكمل نديمو ليهم كامل، ما تكثروا لهمش هكا، ما توجيهم جهه الكتيبه باش ما تفاصيوهاش. ومن بعد لهنا راح جبت ناكخي، قلت لي هاد الطريقه عمليه احسن وجات شابه خير. نجوز له كامل هكايا فوق الكتيبه هذيك. شوفوا كيش جات باينه، جات شابه ما شاء الله. لهنا مور ما تمسكت القاعده وفيها واحد القرمشه وواحد البنه القاعده هذه ولا اروع، وتجي طريه في الفم ما تجيش يابسه. نجيب الشوكولا تاعي ولا ساق الرزمه من الفوق. شوفوا لي كيش جات ما شاء الله. وانا كملت باقي التزيين درتوها هكذايا. نتوما دائما نقول لكم التزيين واش كان عندكم متوفر في البيت وعلى حسب الذوق تاعكم. ما تنساش تابوني باش تلحقك كل حاجه جديده. سلام.